ماذا قال الإعلام المصري والتونسي بعد فوز المنتخب الجزائري على المنتخب السعودي؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت فخور بالمنتخب الجزائري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بالأمس لم تكن مجرد مباراة ودية في جدة، كانت عودة الخضر بصوت الرعد، كانت مباراة قالت فيها الجزائر للجميع: نحن هنا، نحن جاهزون، نحن قادمون لأمم إفريقيا بكل قوة. المنتخب الجزائري يهزم السعودية بهدفين نظيفين، أداء، شخصية، قوة، روح. والإعلام العربي كله ينفجر بالتحليل، نجوم كبار، مدربين أساطير، لاعبين مروا من الملاحم يتغنون اليوم باسم الجزائر. وفي المقابل محمد نور الذي سخر من محرز والجزائر تلقى الليلة الرد داخل الملعب، الرد الذي لا يحتاج لكلمة واحدة، حيث صرح حسن شحاتة وأدلى بتصريحات نقتها إذاعة الشباب والرياضة، وقال: شفت منتخب كبير، شفت منتخب جاهز ينافس على إفريقيا بدون مجاملة. الجزائر قدمت في جدة مستوى ما يقدموش إلا الفرق العظيمة، انسجام، سرعة، شخصية، وده أهم شيء. اللي شفته قدامي مش فريق بيدور على تبريرات، ده فريق جاي يقول رجعنا ورجعنا بقوة. بصراحة لو الجزائر حافظت على الثبات ده وعلى الروح دي، فأنا أقولها بدون تردد: الجزائر أحد المرشحين بقوة للفوز بكأس إفريقيا. أما بخصوص السخرية اللي حصلت الأيام الماضية خصوصاً تجاه رياض محرز أو المنتخب الجزائري، أنا دايماً أقول الرد يكون في الملعب. والنهاردة الجزائر ردت بأداء مشرف وبقوة وباحترام. المغرب والجزائر، نعم، منافسة شرسة، جار كبير أمام جار كبير، لكن اللي شفته النهاردة من الجزائر يخلي أي فريق في إفريقيا يعمل ألف حساب. ورجائي لكل الشعب الجزائري، أنا يدعوا لي في هذه المحنة ويدعوا لي بالشفاء، محتاج لكل دعاء منكم، لعل الله يستجيب لدعائكم. وأخرج من المستشفى فيما صرح محمد زيدان وأدل بتصريحات لقناة المحور، وقال: يا جماعة والله شفت منتخب مخيف، الجزائر كانت تلعب وكأنها في نهائي، السرعة لا تصدق، الروح غير طبيعية، الشخصية، فريق أوروبا مش فريق عربي أو إفريقي بس. النهاردة الجزائر قدمت رسالة لكل إفريقيا: احذروا، الخضر عادوا، المنتخب الجزائري قادر ينافس المغرب بقوة ويقدر يروح بعيد في إفريقيا، لأنه ببساطة يمتلك لاعبين أصحاب شخصية بطولات. أما محمد نور اللي انتقد محرز والجزائر، أنا أقول له وبكل احترام: الكرة ما تتكلمش بالإعلام، تتكلم في الميدان، والميدان قال كلمته. فيما صرح المدرب فوزي البنزرتي وأدل بتصريحات نقلتها القناة التاسعة التونسة، وقال: أنا شفت منتخب جاهز نفسياً وتكتيكياً، وده أهم حاجة. الجزائر اليوم لعبت بثقة، بثبات، ودون خوف من أي خصم. اللي يعملوه اليوم في جدة يخليهم من كبار المرشحين للتتويج. فريق عنده حلول في كل الخطوط، دفاع قوي، وسط منظم، وهجوم سريع وشرس. شوفوا يا جماعة، في إفريقيا اليوم عندك المغرب، السنغال، الجزائر، والجزائر لو استمرت بهذا المستوى ستكون المنافس الأكثر شراسة للمغرب. بالنسبة لمحمد نور، رأي واحد غلط لا يقلل من قيمة الجزائر، واليوم الجزائر ردت في الميدان، وأنا أحب الفرق اللي ترد داخل الملعب فقط. فيما صرح المدرب نبيل معلول وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس، وقال: أقسم بالله رجعتني الجزائر إلى 2019، نفس الروح، نفس العدوانية الرياضية، نفس الضغط العالي اللي يخوف أي فريق. المنتخب الجزائري قادر يعيد سيناريو البطولة، عنده الأدوات، عنده اللاعبين، وعنده الرغبة. شفنا منتخب سعودي قوي وعلى أرضه، لكن الجزائر فرضت شخصيتها. وأنا أقول للجميع: لو الجزائر تلعب بهذا النسق فهي مرشحة للقب كما كانت في 2019. أما السخرية من محرز أو من المنتخب الجزائري هذا كلام لا قيمة له. الرد جاء اليوم، والرد كان قاسياً وراقياً وفي الميدان فقط. وفي الختام يا أصدقاء، ادعوا معي: اللهم يا رب احفظ المنتخب الجزائري ووفق لاعبيه في قادم المباريات. اللهم اجعل طريقهم نحو كأس إفريقيا طريقاً مليئاً بالانتصارات. اللهم أبعد عنهم الإصابات، وأبعد عنهم الظلم، وأبعد عنهم سوء الحظ، واجعل هذا المنتخب مصدر فخر وسعادة لكل الجزائريين داخل الوطن وخارجه. ولا تنسوا يا أبطال أن تكتبوا في التعليقات الآن: تحيا الجزائر، واللقب إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب ليصلكم جديدنا.